السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ معاكم عبد الرحمن ربيع، فيديو جديد وصلوا على الحبيب. عمرك سألت نفسك ايه المفيد ليك؟ العيش الابيض ولا العيش الاسمر؟ ايه فيهم مفيد وايه فيهم بيأذي اسنانك لما تاكل العيش ده او تاكل العيش ده؟ هنتكلم دلوقتي عن العيش الابيض. مصنوع من دقيق مكرر، يفتقد الالياف والعناصر الغذائية، يتحول بسرعة لسكر في الفم، بيساعد البكتيريا اللي بتسبب التسوس. مؤشر الجلاسمي عالي، يرفع السكر بسرعة. دلوقتي هنتكلم عن العيش الأسمر البلدي، القمح، الحبة الكاملة، غني بالألياف، بيهضم ببطء، سكر أقل في الفم، تقليل فرص التسوس، مفيد للهضم وبيساعد في التحكم في الوزن. طعمه محتاج تعود بس صحي اكتر. هنتكلم دلوقتي عن البكتيريا والتسوس. تالت حاجة معانا هنتكلم عليها، هنتكلم عن السكر والتسوس. البكتيريا في الفم بتحب السكر لما تاكل نشويات سريعة زي العيش الابيض. البكتيريا بتنتج احماض بتاكل منا الاسنان، مع الوقت بيحصل تسوس الاسنان. نصايح سريعة لحماية أسنانك. حماية أسنانك من التسوس: استخدم فرشاة استخدم معجون وفرشاة مرتين في الأسبوع يوميا. اشرب مية بعد الوجبات. حاول تقلل العيش الأبيض والسكريات علشان ما يحصلكش تسوس في الأسنان. العيش الأسمر زائد نظام غذائي متوازن، النتيجة هتجيلك حماية لصحتك وأسنانك. في النهاية القرار بإيدك، تاكل العيش اللي يفيد جسمك ولا تاكل العيش اللي يخلي أسنانك تتسوس. اختار الصح واهتم بصحتك. ختم الفيديو ده، ما تنساش تعمل لايك، وتقول لي رأيك في الكومنتات وتعمل شير، واكتب في الكومنتات انت بتاكل العيش الابيض ولا العيش الاسمر. كان معاكم عبد الرحمن ربيع، استنى الفيديو الجاي. سلام، اشوفكم فيديو الجاي. واكتب في الكومنتات انت بتاكل العيش الابيض ولا العيش الاسمر. كان معاكم عبد الرحمن ربيع، استنى الفيديو الجاي. سلام.